هو بيحب الطويلة والقصيرة والتخينة والرفيعة والبيضة والسمر، وكمان لو المنظومة التربوية بتاعته مش كويسة هيحب المتزوجة، وأكيد طبعا غير المتزوجة. راجل كائن بصر بيحب أي أنثى بتعدي عليه. ما أقدرش أسمي الطبيعة دي عيب، ولكن اقدر اسميها فطره. ربنا سبحانه وتعالى وصف الحاله دي بانه قال عليها: زين للناس حب الشهوات من النساء، قبل الفلوس وقبل القناطير المقنطره وقبل البنين وقبل حاجات كتير كانت النساء. ويؤسفني اني اقول ان كثيرا بيكون منتهى حب الراجل هو الوصول للعلاقه الجنسيه، ويفضل الراجل شغوف بالست جدا عشان يوصل للحته دي بس، ثم نلاقي ان كل الشغف ده اختفى. بس الحب الحقيقي اللي ما بين الراجل والست بيبدا بعد الحته دي، فبيبان بقى هل هو فعلا بيحبها ولا لا. المثال المتكرر: واحد بيحب واحدة جدا ويفضل يجري وراها لحد ما يتجوزها، اول ما يتجوزها نلاقي حصل حالة نعاس عاطفي، بس بعد شوية وقت لو هو فعلا انسان كويس ولو هي فعلا انسانه معاه كويسه هنلاقي ان حصل يقظه عاطفيه مره تانية. وهنا يهمني ان اقول لكل الستات: ما تستعجليش على الراجل اللي انت اتجوزتيه، بس ساعديه ان هو يملأ خزان المشاعر بشكل يتناسب مع طبيعته. ما تزعليش منه لو هو بيحب كل الستات، دي طبيعته. حلم كل راجل ان هو يكون عنده ستات كتير. ممكن يكون الحلم ده يفضل مجرد حلم، فكرة موجودة في عقله اللاواعي لن تكتمل ابدا. وعشان كده حبيت ان انا احط المعلومة اللي قلتها في اول الكلام. فهمتيني يا ست الكل؟ ربنا يرزقك السعادة الزوجية ان شاء الله.